المراد بالتوحيد هو توحيد الله عز وجل. التوحيد بالألف واللام العهد، توحيد الله اللي في ذهني وذهنك هو توحيد من؟ كلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد مصدر، الفعل الماضي منه ماذا؟ وحد، والمضارع وحد، والمفعول المطلق المصدر توحيدا. إذن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، معناه أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. والمراد هو توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله بما يستحق. هذا من التعريف المختصرة، إفراد الله بما يستحق. تعريف مختصر للتوحيد: ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق. وإن شئت قل هو إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يجب له. وإن شئت قل هو إفراد الله بما يستحقه ويجب له. لكن هذا التوحيد بهذا المعنى، إفراد الله بما يستحق، يشمل ماذا وماذا وماذا؟ التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بينما هذا الكتاب التوحيد له إطلاق آخر، أراد بكلمة التوحيد فقط هو توحيد العبادة. إذا صار عندنا التوحيد الآن له إطلاقان: يطلق وراد بالتوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأطلقه الشيخ محمد الوهاب وأراد توحيد العبادة. واضح؟ إذن هو التوحيد إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحقه؟ العلماء نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الله عز وجل يستحق أن يفرد بأفعاله، وسموه توحيد الربوبية. فهو جل وعلا خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وهو جل وعلا أيضا منفرد بماذا؟ باستحقاق العبادة، فهو الإله الحق المستحق للعبادة وحده ولا شريك له. لا يستحق العبادة مع الله عز وجل لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر. كل الآلهة من دون الله عز وجل، كل المخلوقات إن عبدت فهي معبودة بالباطل. المعبود بحق هو الله عز وجل وحده ولا شريك له. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، سواء قلت لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. المهم هذا المعنى تكون إيش؟ تؤمن به وتعلمه وتلتزمه، بأن لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات التي تتخذ من دون الله هي إيش؟ آلهة باطلة، لقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير. ما الذي هو من دون الله؟ كل شيء من دون الله. الله جل وعلا هو العلي الأعلى، وكل من سواه فهو فدونه. فإن دعي أحد من دون الله عز وجل فهو مدعو بالباطل، يعني معبود بالباطل. إذا الإله الحق المستحق العبادة هو الله عز وجل. وماذا يستحق أيضا؟ إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يجب له. ماذا؟ الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، فهو جل وعلا ليس كمثل شيء، وهو جل وعلا كما قال: ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو تعريف التوحيد بالتعريف العام، وهو إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو قل إفراد الله بما يجب له. ما الذي يستحقه؟ ما الذي يجب له؟ الربوبية، أي هو منفرد بأفعاله لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير، ومنفرد باستحقاق العبادة، فهو حق العبادة حق لله وحده، لا يستحق العبادة أحد مع الله عز وجل، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء، إنما الإله الحق المستحق العبادة هو الله عز وجل. وهو منفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذ لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثيل له، فهو جل وعلا له المثل الأعلى في أسمائه وصفاته. هذا هو معنى التوحيد. ذكر